انا بالنسبه لي حوار الوضوح ده يا جدعان ما فيهوش كلام حرفيا. ما بحبش انا اتصنع. يمكن لسه كنت طالع لايف من شويه على تيك توك، فكان ليا صديق ليا اسمه مجدي يعني، فالمهم بيقول لي يا الكلام ده ما بيتقالش. كان كلام عادي صراحه يعني. قلت له لا انا عادي، انا انسان عادي يا جدعان والله. انا زي ما انا. يعني انا زي ما انا، يعني عاصم او ايا كان بقى، عاصم بقى مسميني درويش، مسميني عاصم، ايا كان. البني ادم اللي بيتكلم دلوقتي صوت الكاميرا هو البني ادم اللي بيتكلم معاه في البيت، هو البني ادم اللي بيقعد بيشتغل، هو البني ادم اللي بينزل يجيب فطار الصبح، هو نفس البني ادم. فعادي يعني. خليك عفوي، ده الدرس الرابع بقى والاخير، عشان يمكن احنا ده جه في السكه كده. خليك انسان عفوي، تمام، تلقائي. دي نقطه مهمه جدا. تمام، خليك على طبيعتك، طبعا مع مراعاة اللي قدام منك، بس انت ما تتصنعش، لان في الاول والاخر انت بتضحك على نفسك، فاهم؟ فخليك انسان طبيعي، لان كل ما انت كنت طبيعي وعلى حقيقتك الناس هتحبك اكتر. تمام، لانك انت حوار انت هتمثل بقى ان انت جامد، او انت مفيش منك اتنين على الكوكب. لا، انت بني ادم في الاخر زيك من تراب يعني. ما تقفرمش على نفسك عشان تعيش نفسك في الوهم، او عشان ترضي حد. لا، خليك على طبيعتك. اللي قابلك على طبيعتك اهلا وسهلا، واللي مش قابلك مع الف سلامه. شرفتنا ونورتنا، وزي ما قلت لك روح اقف في بيتكم، عشان ايه يعني؟ احنا بينا 100 وكم مليون، فصراحه البلد بقى زحمه قوي. تمام، بس فخليك حقيقي. على رأي عزيز، كان ليا برضه صديق اسمه عزيز وما زال يعني، يعني من الناس المحترمة اللي انا عرفتها في حياتي، يعني اللي هو ايه، خليك انسان حقيقي. دي برضه كان حاجة كان دايما بيقولها يعني. خليك على طبيعتك وحقيقي، ما تقفلمش، ماشي؟ بس فشكرا، عشان عايز الحق اروح بقى، عشان صراحة انا تعبت. ماشي.